الحلو اللي معانا النهاردة ما ينفعش نقول عليه كيكة، احنا نقول عليه تورته، نقول عليه جاتو، او نقدر نسميه الجاتو السريع. لانك في 10 دقايق وبتكوني محضراه بكوباية دقيق واحدة. ما شاء الله عملنا 14 قطعة جاتو زي ما انتوا شايفين، بجد طعمها تحفة. تعالوا نشوف القمر دي عملناها ازاي. نبدأ الفيديو ونقول بسم الله. اول حاجة معانا باكو كريم كراميل، بيكون طبعا معاه كيس الكريم كراميل ده، وبيكون معاه برضو كيس الكراميل ده هنستعمله في اخر الوصفة. اول حاجة هحط في الخلاط معايا باكل كريم كراميل، وهضيف عليه كوباية من اللبن، وكمان هضيف عليهم كوباية من السكر، واخر حاجة هضيفها كوباية الا ربع من الزيت على سمنة، او ممكن نضيف كوباية الا ربع من الزيت. وهضيف عليهم باكو من الفانيليا، او ممكن معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة. وبعدين هضرب كل ده كويس قوي في الخلاط لحد ما يتخلط معايا بالشكل ده كده. ضربتهم كويس قوي لحد ما اتخلطوا معايا وادوني الصوص اللي هيكون الاساس في الوصفة بتاعتنا النهاردة. شايفين ازاي الصوص تقيل معانا وبيكون طعمه تحفة اصلا لوحده. هاخد الصوص ده كده، هاخد منه كوباية من الكوبايات اللي احنا عايرنا بيها المقادير، كوباية كده، واحطها في التلاجة. كل ما يتحط في التلاجة كمان هيتقل اكتر. وباقي الخليط اللي معانا في الخلاط هضيف عليهم 3 بيضات، درجة حرارة الغرفة طبعا، وهضربهم تاني كويس قوي مع بعض، مش اقل من 5 دقايق عشان يتجانسوا معايا كويس قوي. وطبعا علشان في بيض هضيف معلقة كده من الخل، وهرجع اضربهم تاني كويس قوي. وبولة هنا معانا معلقة كوباية من الدقيق المنخول كويس قوي، انا نخلاه كويس قوي. هضيف عليهم معلقة كبيرة من البيكنج باودر، واقلبهم كويس قوي عشان الكيكة معانا ما تبقاش مرتفع من جنب وجنب، لأ. وهضيف عليهم معلقة كبيرة برضو من النشا، وهقلب كل ده كويس قوي مع بعض. وبعدين هنزل عليهم بالخليط اللي احنا ضربناه في الخلاط، كل الكمية كده هنزل بيها على الدقيق، وهضربهم بالمضرب اليدوي لحد الدقيق ما يختفي معايا تماما، ويكون معايا بالشكل ده كده. بقى معايا العجين القوام بتاعه بالشكل ده زي قوام الكيكة بالظبط. عندي صينية مقاس وسط، هدهنها كده بالزيت او بالسمنة كويس قوي من كل الجوانب، وهنزل بالخليط بتاعنا او بالكيكة بتاعتنا. هنزل بكل الكمية كده في الصينية، وهفردها في الصينية كويس قوي، واخبطها كده خبطتين عشان لو في اي فراغات هوا تطلع منها ما تكونش مفرغة من جوه. وهنا الكيكة بعد ما طلعت معانا قعدت في الفرن على الرف الوسط تقريبا نص ساعة على درجة حرارة 180. اول ما تطلع كده وهي دافية هسقيها بنص كوباية من اللبن، واللبن ساقع طبعا، مش ساقع من التلاجة بس يعني بدرجة حرارة الغرفة. وهنا بعد ما اتشربت اللبن كويس قوي قلبتها على صينية كده على الجنب التاني او على اللي تحت علشان بيكون متساوي شوية عن الوش بتاع الكيكة، وهحط عليها الصوص وابتدي افرده كده على الكيكة كلها. وده كيس الكراميل اللي كان معانا، هبتدي اعمل بيه خطوط كده على الكيكة او على الصوص، خطوط كده بالطول. وبعدين بخلة اسنان او بشيشة لسان الشيش طاووق كده هبتدي اعمل فيها خطوط كده
كشكل ممكن تعملوا اي شكل طبعا تحبوه. عملت مرة بالطول ومرة بالعرض، ادتني الشكل ده. هنحط الصوص طبعا باي شكل تحبوه. وكده بقى شكل الكيكة معانا، شكلها تحفة. وشايفين قطعتها كده زي الجاتو، شكلها قمر بجد، وكمان طعمها كان تحفة. جربوها هتعجبكم. عملت معايا 14 قطعة من الجاتو بالحجم ده، ما بتاخدش وقت خالص، وممكن تقدميها لضيوفك، بجد بتكون حلوة قوي. شايفين كأنك عاملة جاتو بالظبط. وكده خلاص الوصفة بتاعتنا خلصت. اتمنى تكون عجبتكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم.